قناة فضائية تلفزيونية جديدة بات معتادا على الأسماع ولا يشغل البال كثيرا، لكن عندما تكون تلك القناة خاصة بالنساء المنقبات مذيعات وضيفات فالأمر ولا شك يجذب الانتباه. قناة ماريا التي أطلقت بثها في اليوم الأول من شهر رمضان نهاية الأسبوع الماضي قناة فضائية مصرية خاصة ترتدي كل مذيعاتها النقاب، ويقول القائمون عليها إنها تسعى لكسر الحواجز أمام المنقبات التي لم تكن تتسنى لهن فرصة الظهور على شاشات التلفزيون قبل ثورة يناير. قناة ماريا يقوم عليها فريق عمل من النساء المنتقبات، فبعضهن يقومن بالتصوير وأخريات يقدمن البرامج، في حين تتنوع الضيفات بين طبيبات إلى طالبات يدرسن شريعة الإسلامية وكلهن منتقبات أيضا. منظور الناس اللي لابسه نقاب، أنا مش عايزة أقول لك إن حتى ارتداء النقاب ده ممكن يكون في داخل الأسرة نفسه في ناس بتعترض عليه. تغيير المنظور ده ان يا جماعه بصوا المنتقبه عندها وعندها وعندها، احنا عندنا المنتقبه، عندنا الدكتوره، عندنا المهندسه، عندنا يعني بيفهموا الحمد لله في وعي في كل شيء. هدف قناة ماريا كما يراه الشيخ أحمد عبد الله أبو إسلام رئيس القناة يتمثل في أن تقدم نموذجا يحتذى به للمرأة المنتقبة التي لا تكشف عن جمالها للعالم حسب قوله، وتبث القناة عدة ساعات فقط في بدايتها. أنا كنت بدرس دراسات العليا في إعلام القاهرة، فوجدت منتقبات كتير بيتخرجوا من كلية الإعلام، والمبنى بتاعنا كان فيه اقتصاد وعلوم سياسية، وجدت أخوات منتقبات، وأنا كنت في آداب عين شمس قبل الإعلام فكان فيه منتقبات. طب المنتج ده بيروح فين؟ المنتج ده محاصر في كل حتة، فقررت أن أفتح نافذة في مجال تخصصي. ويرى أبو إسلام أن قناة ماريا محاولة لتلبية احتياجات هذه الشريحة في المجتمع، ويشدد المسؤولون عن القناة على أنها ليست قناة دينية بل هي قناة من أجل المرأة ومناقشة كافة القضايا التي تهمها. الهدف العام للقناة هو تغيير الفكرة. ممكن نسمي أن العنصرية دي مرض، وإحنا جايبين، إحنا طبيبات للمرض ده، طبيبات جايين نعلم الدنيا الحرية. ويرى البعض أن ظهور هذه القناة دليل على حرية التعبير التي أتاحتها الثورة، فيما يرى آخرون أنها قناة عنصرية ومتحيزة لشريحة محددة من النساء ولا تضع في الاعتبار عنصر الكفاءة المهنية.